تتخيل إن أول قايمة جواز في مصر اللي كتبها واحد يهودي من 850 سنة جوه دار الجنيزة في المعبد اليهودي في القاهرة، لسه موجودة لحد النهاردة. قايمة جواز سنة 1160 ميلادية، والمفاجأة كانت شبه القايمة اللي نعرفها النهاردة، من أول المعلقة لحد المرتبة والمخدات. وقتها كان الجواز من البنات اليهوديات منتشر وسط المسلمين، بس الست اليهودية ما كانتش بتقبل إن جوزها يتجوز عليها بأي شكل من الأشكال، والتعدد وقتها كان عادي جدا في مصر. فبدأوا يدوروا على طريقة تمسك الراجل وتخليه يفكر 1000 مرة قبل ما يعدد. وهنا ظهر أذكى مقلب نسائي في التاريخ. الست اليهودية قالت: طب ما نكتب كل حاجة في البيت، وكل ده يبقى من حقي لو طلقني. ومن اللحظة دي قوانين اللعبة اتغيرت. الراجل بقى يفكر مليون مرة قبل ما يسيبها، لأنه لو طلقها هيخسر العفش والذهب ويبقى مديون فوق البيع. وابتدى المصريين يقولوا بنت شمعون مش أحسن من بنتي. الفكرة اتنقلت من اليهود للمسلمين، ومن باب الغيرة ومن باب التفاخر انتشرت القايمة في كل طبقات المجتمع لحد لما وصلت لنا النهاردة وبقت قانون. ودار الإفتاء قالت جائزة لو محدش استخدمها غلط. ومن وقتها الراجل المصري بيمضي قبل ما يرتبط،